هلا أصدقائي صديقاتي، شلونكم؟ أخباركم؟ مساء الخير، مساء النور على عيونكم. هنا أصدقائي جيت وياكم بفيديو روتين ما بعد العشاء، وهنا قدامكم الهوسة مال مواعيني. هسه كملت العشاء وبديت أصور لكم روتين بعد العشاء. فهنا مواعيني راح أبدي أغسلهم، وخليت أني تعرفوني أضيف قاصر وزاهي للمواعين. عالمود ريحة القاصر تخلي البيت فل، ريحته تجنن، وتخلي ريحة المطبخ دائما ريحة طيبة، ما بيها ريحة دهن وهذه السوالف. فهنا واني قبل ما اجي اغسل المواعين اجاني تليفون وقالوا بيبية حوراء جايتنا اليوم وتنورنا. اكيد هي، الله يحفظها ويطول بعمرها يا رب. فحبيت اصور واشارككم اليوم مالتنا الليل بعد العشاء. يعني قلت لكم هنا راح ابدي اغسل المواعين مالتي. اني عادة اغسل القلاصات قبل كل شيء، او اذا عندي سراحيات مال مي او شيء اغسلهم قبل المواعين، وبعدين ابدي اغسل الفرفوري اللي نظيف وما بيه زفرة، واللي بيه زفر او بيه بيض او شيء اغسله بالجلافة الثانية. خليها جلافة ثانية اضافية للزفر والبيض، خصوصا لان اني هواي احنا ناكل بيض حوراء عندي كلش. بالريوق لازم بيض، لو كل انواع الجبن لازم بيض. ومرات حتى بالليل تقعد او متاخرين بعدنا ما نايمين تقول لي سوي لي بيض. فتعرفون ريحة البيض ايش قد مكروهة وايش قد تلطش بالمواعين. هنا بديت اغسل مواعيني، بديت بالكوابة. اكيد هذا كليتنا وكل عائلة بعد العشاء او بعد الغداء او بعد الريوق هذا نظامنا وهذا روتيننا. نقوم نغسل مواعين، نرتب اللي عندنا، ومعتادين على هذا الشيء. هسه ما اعرف لحد الان اريد اسوي فد شي تقديم للحجية واللي يجي وياها وكل الهلا بيهم على راسنا، بس بعدني الصراحة ما مقررة شنو اسوي. هسه اكيد شنو اسوي راح تشوفون انتو ويايا. هو حتى لو شي بسيط تسويه تقدميه للضيوف راح يكون شي حلو بالنسبة لهم، راح يحسون بيش مهتمة بيهم ومقدمة لهم. حتى لو شي كلش بسيط راح يحسوه شي كلش كبير. وكليتنا احنا العراقيين ما شاء الله نحب الخضار. الخضار خير وبركة، البيت اللي ما يطب له خضار ما بيه بركة. واني قلت لكم اكيد حجيتنا هي ام البيت، مو خضار بس. جايين وياها همينا ناس، يعني جماعتنا اقاربنا همينا على راسنا، كلش احبهم دولي الخضار اللي وياها، اقرب ناس الي يعني. هنا نعزل المكان واغسله عالمود، اخلي بيه المواعين. اني اخلي المواعين هنا تنشف. يعني الصراحة ما احب السلة هاي اللي اخليها على السنق وهوسة، عاجبني السلة هاي الكبيرة اللي تقعد فوق الخلاط مالت البوري، تطلع كلش حلوة. يا بنات حبيت اقدم لكم نصيحة. طبعا عندنا اطفال، واني واحدة من عندهم بنتي ما تاكل بسهولة ولا تشرب عصيرها بسهولة، ويعني كل شيء نفسها ما مفتوحة على الاكل. فاني اجيب لها هيك شغلات تخليها تحب يعني تشرب عصيرها. اعطيها العصير بالقلاص او بالباكت، ما تشرب من عنده لو شوية وتعوفه. فقمت اجيب لها هاي الشغلات كلش فادتني، المواعين او القلاصات كلش فادتني. القى العصير كله شاربته، او الاكل اللي اخليه بالماعون اللي ترغبه على شكل فد شي سمايل او شي كلش تحبه وتاكل الاكل اللي يجيه. فاللي عندها اطفال اللي عند نفسهم مو كلش بالاكل خلي تغريهم بهاي السوالف. يا حياتي
العافية مامي، العافية. حوراء خابصتني خبوصا جاية ببيتها، جتي بيبي جتي بيبي، ما اتصور اكو طفل بالدنيا يعشق بيبيته بقد حوراء بنت. تموت على بيبيتها، وهي تستاهل هذه المحبة صدق يعني. تقدم الحنان وكل شيء اللي تقدر عليه تقدمه في سبيل بنتي، وهذا الشيء طبعا انا افتخر به. لو ما تحبني ما تحب بنتي، صح هي بنت ابنها وايد، بس الام لها دور كبير محبة الاطفال. هنا بنات بعد ما كملت مواعيني ترتيب المطبخ، فجيت اسوي فد شيء. عندنا الحجية تحب هذا الحلب كلش، هو اللي هو المحلبي. طبعا ما راح اخلي القشر مال الهيل، راح اخلي بس الحب مالته. اليوم ما عندي حليب سائل، فعندي حليب المجفف راح اسوي بيه عادي، بس 3 قلاصات يعني انا اخليه قياساتي 3 قلاصات، كل قلاص خاشوقة نشا وشكر. ما تحب عليه اضافات، لا هذا شو اسمه القمر ولا الزبد، ما تحب هاي الشغلات ما تاكلها. هنا بنات خفقت الحليب والنشا عندي اخفقه اني بالقلاص هيك، ما اضيفه قبل على الحليب. اضيفه على الحليب كله على البارد، بعدين اخليه عنه. نحضر لنا كم شغله قبل لا يجون خطارنا، او مو خطار ان شاء الله هم اهل البيت. انا سويت شي قليل لان المحلبي مني ما يصير ما طيب. هسه هنا خليته على النار بس ياخذ القوام اللي اريده، اطفي عليه النار واضيفه بالمواعين بس. وشوفوا هنا المحلبي مالتنا شلون صار يجنن ويخبل يا ربي. اصدقائي ولو لمسات بسيطة وشغلات كلش بسيطة وموجودة عندنا، بس تصير حلوة قدام اللي جاي علينا. هنا عندنا هاي الفواحة العشق مالتي اللي اني كلش احبها، نعلق الشمعة مالتها وهي بها قليل من العطر، خليها تشتغل على راحتها. وهذا صار تقديمنا لليوم. هسه يجون ان شاء الله وراح نضيفهم هاي الضيافة ان شاء الله، ولو شي بسيط بس ان شاء الله يعجبكم، واكون قدمت شي يعني يفرحكم او يعجبكم او ينال رضاكم. وهنا اقول لكم لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله وحفظه، في امان الله. لايكاتكم احبابي لا تنسوها، اصدقائي صديقاتي كل عائلتي الحلوة. بنحاول نحل مشكلة من المشاكل وفي نفس الوقت